السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أميرة كويزين دي زاد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم وصفه تاع لي كريب تورك ولا فطائر تركيه، يعني بزاف البنات يعرفوهم. يعني راح نعطيكم الوصفه على طريقتي الخاصه. نبداو بسم الله بالمقادير تاع الوصفه تاعنا. نسحقوا 400 غرام تاع الفرينه، نستحقوا 250 مليلتر تاع الحليب دافي، نستحقوا ملعقه كبيره تاع مغرف صغيره عفوا تاع الملح، مغرف كبيره تاع الخميره، وزوج مغارف تاع زبده طريه، زوج مغارف كبار تاع زبده طريه. هنا نخلطوا كامل لي زانغريديون تاعنا نديروهم في البيتران. واللي ما عندهاش البيتران تقدروا تعجنوا بيديكم، يعني عادي، ماشي سي با اون بات اللي لازم تندلك بزاف ولا. هنا نحط قلت لكم كامل المقادير تاعي في لو بول تاع العجانه تاعي. قلنا 400 غرام تاع الفرينه، زوج مغارف كبار تاع زبده طريه، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرف صغيره تاع الملح، و 250 مليلتر تاع الحليب الدافي، يعني 4 ريتله. وهنا كي نحطوا البنات ايفيتو توجور لو كونتاكت تاع الخميره والملح، راكم على بالكم بها هذه نورمالمون. هنا نبدا نعجن لاباط تاعي حوالي واحد 5 دقائق هكذاك حتى تلايم العجينه تاعي، حتى تولي عندي يعني عجينه متماسكه، يعني اللي سو ديتاش دي باروا تاع لو روبو، يعني اللي ما تلصقش في الجوانب تاع الروبو كيما راكم تشوفوا هنايا. كي تلايم روحها يعني حوالي 5-6 دقائق ماكسيموم، ما تطولوهاش بزاف. ولي تعجن بيدها كيف كي تلايم العجينه تولي عجينه عندنا عجينه متماسكه وملساء، سي بون ثم نحبسوا. باسكو هنا الخميره البنات ثاني بون ما نستحقوش ندلكوها بزاف، ولا الخميره ما نستحقوش باش لاباط تاعنا تخمر بزاف، خاطر جوست نديروها باش تعطينا الطراوه للعجينه تاعنا سي تو، باسكو راح تكون رقيقه بزاف، وإلا ما كانتش فيها الخميره راح تكون شويه يابسه. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا ها هي لاباط تاعي تلايمت البنات. نديرها كومين بول ونحطها في البيتران، نرجعها لبلاصتها، نغطيها بك ان فيلم اليمونتير وتخلوها تخمر 45 دقيقه. يعني نخليو لاباط تاعنا تخمر 45 مينوت. انا هذه الوصفه عندي بزاف، صافي سنين وسنين كي راني نديرها، يعني عمرها ما خيبتني. نتمنى انكم تجربوها البنات. والبنات اللي اول مره تشوفوا الفيديو نتمنى انكم تشتركوا في القناه، واللي راهم مشتركين نتمنى انكم تخرجوا تعاودوا تشتركوا باش يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون، باسكو اليوتيوب ما راه يبعث والو. دوكو التفاعل راه قليل بزاف والمشاهدات راه مقلال، دوكو فعلوا الجرس، ولا اللي راهم فاعلين وما يلحقوش لي فيديو يعاودوا يابونوا اون دوزيام فوا. وهنا نرجعوا لافارس تاعنا البنات. نستحقوا كميه تاع الفيونداشي، نستحقوا فلفل دو بريفيرونس الا كانوا عندكم هذوك الاحمر والصفر والخضر سي ميو، نستحقوا بصله والقزبر. هنا الحاجه الاولى اللي نديروا البصل تاعنا. البصل البنات هنايا نقطعوه رقيق، يعني ما ترابوهش وما تطحنوش في الاشواق، يعني نقطعوه بيدينا. فوالا كيما راكم تشوفوا درتو نديروه يتقلى، يعني يتقلى مليح حتى يهبط. وهنا بعد ما تقلى البصل تاعنا انا شويه تقلى بزاف نتوما ما تخلوش يتقلى بزاف كيما انايا. هنايا نزيد لا فيونداشي تاعي كيف كنت جبتها ان بو طار من الكونجيلاتور، يعني ما ديكونجلاتش مليح، مي نورمال عادي، يعني طيب عادي. هنا نقعدوا نحركوا فيها حتى نحسوا بلي الفيونداشي تاعنا طابت وتفركتت، يعني لازم تجينا مفركته كيما راكم تشوفوا هنايا البنات. فوالا شوفوا كيفاش تجي، يعني هنا نبدا نزيد الفلفل تاعي اللي نكون قطعته كيف مكعبات صغار كيما راكم تشوفوا. بون نحولو سي نورمال الزريعه هذيك اللي من الداخل، ونقصوه يعني مكعبات صغار. هاد لافاس تجي بنينه بزاف. انا كنت شفت هذه الوصفه ديتها من قناه، ما نكذبش عليكم هذه مده راني ندير هاد لا روسيت، جو مابيل بلو لو نون تاع القناه، يعني للامانه انا ديتها من عند اون اوتر شين يوتيوب، يعني ماشي وصفه تاعي خاصه. هنا نبداو لي زيبيس. هنا نديرو البابريكا، نديرو شويه تاع الثوم بودره اختياري البنات، انا نبغيه بزاف الثوم بودره، راكم رديتوا الباب اللي نستعملوا بزاف في الوصفات. هنا نديرو فلفل كحل، بوافرون نوار، ماشي البوافرون، لو بوافر نوار. وهنا نديرو الكمون والملح
فوالا. ونقلوا الكل مع نخلطوه مليح مليح الكل مع بعض البعض. نغطوها ونقصوا لها النار ونخلوها طيب العقل في الفلات تاعنا. وهنايا بعد ما طابت الفلفله تاعي والفيونداشي نزيدوا لها القزبر تاعنا اللي كنا قطعناه رقيق كيف كيما راكم تشوفوا. هنا القزبر يعطي لافارس واحد البنايه البنات لا تقاوم. انا جربت خطره درتها بلا قزبر ما نكذبش عليكم، مي سي با لو ميم غو. يعني القزبر نقدر نقول لكم بلي ضروري في هذا الوصفه، يعني هو اللي يطبع البنه، يجوا بنان بزاف. هاد الفطائر البنات تقدروا ترافقوهم مع الشوربه ولا بوغ لي بيكنيك ولا اللي راجلها يخدم باغ اكزومبل كيما انا. هادو درتهم باش راجلي يداهم معاه الخدمه باش يفطر بيهم. يعني فوالا نعطيكم دي زيدي، يعني حاجه هكا خفيفه ظريفه ديري له 4 ولا 5 ولا على حسب شحال ياكل راجلك دون اون بواط، وما يستحقوني سخنهم ني والو يتكلوا باردين. يعني سهلين، حاجه سهله خفيفه ظريفه. فوالا هنا نخلط مليح حتى يطيب يعني حوالي 3 مينوت ولا هكاك، ومن بعد نطفي على لافارس تاعي. وهنا نعاود نرجع نخدم لاباط تاعي البنات كيما راكم تشوفوا. خليتها قلت لكم هنا يعني ماشي ضروري تخمر بزاف نخلوها تريح 45 دقيقه با بلوس اي با موان، يعني باش لاباط تاعنا تريح مليح وتجينا سهله في الخدمه. فوالا هنايا نحو لاباط تاعنا من الريسيبيون تاعنا اللي كانت فيه، اون اساي دو لا ديغازي. يعني هنا راني نخدم فيها وميم طون نخرج لها في لي غاز اللي يكونوا فيها. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا لاباط تاعي طريه ورطبه، يعني تنخدم فاسيلمون ما تعذبكمش. وهنا نبداو نقصوا دي باتون تاع يعني هنا دير انا قصيت 14 وحده. وكي زدت يعني كي تخدموا دوك تشوفوا كيفاش هذوك لي شوت، يعني ندير لكم حتى 16 حبه، يعني ندير لكم 16 وحده فاسيلمون. نديرهم هنايا كوم دي بتيت بول ونخلوهم يريحوا، يعني ما نخلوهمش يريحوا، جوست نحطهم دو كوتي بلو طون اللي نبداو نخدموا. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا نشكلوهم دي بول باش كي نحلوهم يجونا ساهلين. فوالا نكمل انا اللي بقاو نعاود نرجع لكم. هنايا ندير سور لو بلان دو طرافاي تاعي شويه تاع الفارينه ونحلو لاباط باسكو لاباط تجي تلصق. بون هي كي توشوها في اليد ما تلصق لكمش، مي كي تبداو تحلوها كنت تعرفوا العجينه تلصق سور لو بلان دو طرافاي. فوالا هنا نحلوها برولو. البنات هنا ضروري حلوها رقيقه، يعني بون ماشي حتى تتقطع لكم، يعني ضروري حلوها رقيقه باش تجيكم بنينه. باسكو ما تنسوش باللي فيها الخميره البنات، يعني احنا ماناش محتاجين لاباط تاعنا تجينا خشينه، و كونطرير نستحقوا لاباط تكون رقيقه. قد ما تجي رقيقه قد ما تجي بنينه وتجي طريه. يعني لا خليتوها خشينه راح تزيد تخمر لكم وماشي حتعطيكم لو غول اللي رانا نحوسوا عليه. شوفوا انا كيفاش رققتها البنات، يعني حوالي 1 ملم ولا سيتو. هنا نزيد نديروا لافارس تاعنا كيما راكم تشوفوا. فوالا نديرو في النص تاع العجينه تاعنا نديرو لا فارس، ونزيدو عليها فرomاج غابي. هنا اختياري البنات، اللي ما عندهاش الفرماج تقدر تستغنى عليه، مي الا كان عندكم من الاحسن راح يزيد يعطيكم ذوق بنين لا كريب تاعكم. وهنا كيما راكم تشوفوا نعاودو نقلبوها على بعضها البعض على روحها، يعني نقلبوها على روحها ونقفلوها مليح بصبعتينا. نسيو تري بيان ندركو على لاباط باش تلصق، باش كي نروحو نطيبوا لي كريب تاعنا ما ينحلوناش في المقله ولا في الطاجين. هنا الا كانت عندكم البنات الجريوره تاع هذيك اللي نحلو بها اللي نخدموا بها تشارك ولا القريوش ولا يعني قصوا بها تجيكم خير. انا هنا اليوم ما صبتهاش كومبارازار، قلبت عليها الدنيا ما صبتهاش، يعني خدمت غير بالموس وزوقتها بالفرشيطه. واللي ما عندهاش دير كيما درت انايا نورمال. مي ضروري البنات تدركوا مليح على الحواف تاع الفطيرات تاعكم ولا لا كريب ولا المهم دركوا عليها مليح باش لا فارس ما تخرج لكم شي منها. فوالا كيما راكم تشوفون هنايا تركت عليها مليح بالفرشيطه يوم ميم طون، يعني باش تجيني الشكل تاعها شباب. وهنا كنت دايره طاجين تاعي سخن، كيما راكم تشوفوا هاو الطاجين تاعي البنات. هذا الطاجين اللي جبته من البلاد، اللي ما شافوش الفيديو تاع المشتريات تاعي من الجزائر
ننصحكم به، هايل هذا الطاجين البنات اللي في الجزائر، يعني شروه بلا ما تترددوا. انا راني في استعملته بليزيور فوا، صافي واحد 20 ولا ما على باليش شحال من خطره. هايل. اللي ما شافتش ندير لها نخلي لكم الرابط تاع الفيديو في صندوق الوصف باش تروحوا تشوفوا لا مارك وين هي اللي شريتها. وهنا كيما راكم تشوفوا البنات نقصوا النار، نديروهم يطيبوا، نقلبوهم، يعني نخلو كل واحد يطيب حوالي 5 حتى 6 دقائق دو شاك كوتي حتى يطيبوا لنا. وهنا كي طيب البنات ندهنوهم بشويه تاع زبده ذايبه، هنا اختياري. هنا البانسو تاعي رفد لي زبده بزاف البنات، ما تكثروش زبده بزاف نتوما كيما انا هنايا، يعني البانسو هو اللي دارها بيا، يعني ليجيرمون، ولا تشدوا مورسو تاع زبده وتدهنوهم سيتو. هنا الزبده قلت لكم اختياري، يعني جوست باش تعطيها لا بريونس، ويعني كاميم سا شونج ان بتي بو لو غو، تجي شويه بنينه على كيما ديرولهاش. فوالا البنات، هذو هما الفطائر تاعنا، يعني وصفه سهله خفيفه. هاهم كيفاش يجوا الشكل النهائي البنات، يجوا خفاف، يجوا بنان. جربوهم والله ما تندموا عليهم ان شاء الله باذن الله البنات. جربوهم وادعوا لي كيما ما عرفت نقول لكم. وهنا انا قسمتها، شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي من الداخل. فوالا البنات، هذه هي بالنسبه للوصفه تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وكامل البنات اللي راهم اول مره يشوفوا لي فيديو تاعي دخلوا قناتي نقول لكم مرحبا بكم، وان شاء الله تعجبكم القناه. وما تنسوش تشتركوا البنات، فعلوا الجرس باش يلحقوكم لي نوتيفيكاسيون، باسكو كاين بزاف البنات اللي راهم يقولوا لي بلي لي نوتيفيكاسيون ما مشي يلحقوهم، يعني الاشعارات تاع لي فيديو. سي بور سا راهي نقص في المشاهده، بزاف اللي ما مشي يوصلهم لي فيديو، يعني نقول لكم بالك 10% اللي راهم يلحقوهم لي نوتيفيكاسيون، الباقي الاخر والو، يعني اليوتيوب راهي تمنكر معليش. فوالا البنات نقول لكم